السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله معايا فيديو. خساره ان انتي ما عملتيش الوصفه دي قبل كده. بجد ممتاز جدا، فاتك كتير جدا. الوصفه ممتازه جدا. بشويه دقيق وشويه ملح وحبه ميه هتعمليها في ثواني. يعني مفيش اسهل من كده. وكمان احلى من السمبوسه 100 مره، يعني بجد هي تعجبك قوي بحشوتين. بصوا بقى الجبنه سايحه ونايحه وايه تحفه. وهي سخنة كده وتاكليها بقى خطيرة بجد. اتمنى ان انت تجربيها. مفيش اسهل من كده، يعني ده بشوية دقيق وحبة ملح وحبة مية هتقدري ان انت تعمليها. اهم حاجة زي ما اتعودنا ما ننساش اللايك والاشتراك، ونسمي بالله علشان حاجتنا تبقى زي الفل ان شاء الله. معايا بقى نص كيلو دقيق زي ما قلنا، وشوية مية. معايا كوباية مية ونسيت الملح. نجيب حبة ملح كده بقى صغيرين بايديكي، وتروحي حطاهم يعني حوالي نص معلقة صغيرة. كوبايه بقى الميه دي، الميه احسن حاجه للعجن. في البرد بتعجنيها بميه تكون ايه دافيه شويه، يعني تحطيها على النار كده تتدفى بس شويه. حطيت نص كوبايه الميه في الاول، وبعد كده بقى هكمل بقيه الكوبايه. يبقى احتاجت معايا كوبايه من الميه. وتقعدي بقى تعجنيها كويس جدا، لفي وكوري. بصوا لسه ملزقه ومتقطعه، يعني معنى كده ان هي عايزه تتعجن تاني لسه شويه. تفضلي بقى تعجني فيها كده حوالي 10 دقايق، ما تزهقيش علشان تطلع معاكي ممتازه. بصوا معنى ان هي يعني بشدها كده وبفردها وما تتقطعش مني، يبقى كده جاهزه ان هي ايه خلاص بدأت ان هي تلف وبقت ممتازه معاكي. هنكورها كده بقى ونسيب الحاجه دي ترتاح شويه علشان إيه نعرف نفردها كويس. نيجي بقى للحشوه الاولى بتاعتي. معايا بصلتين كبار وفلافل الوان، مع حوالي نص كيلو من صدور الفراخ او البانيه. الكميه دي هتنفعني كذا مره، انا عاملاها كتير. بحطها كده في بوكسات او في اكياس وبحطها في الفريزر. يعني الكميه دي مش بس لنص كيلو، لا ده انت بتاخدي ربعها كمان. بجيب بقى كده طاسه على النار او حله، تحطي فيها حبه زيت او معلقه من السمنه. وتروحي نازله، لازم يسخن كويس، يسخن جامد كمان عشان تطشي فيه الفراخ بتاعتك. بعد ما تبيض كده بقى وتكون النار عالية، تبيض كده شوية، تروحي حاطة بقى نازلة عليها التوابل. حبة كمون على حبة فلفل اسود. ومش هننزل الملح، هنحط بقى قالب مرق الدجاج كده. لو انت عايزة، مش عايزة هي ما شاء الله مسكرة. مع سنة قرفة برضو لو انت عايزة، يعني في ناس ما بتحبش القرفة بس هي بتبقى طعمها تحفة يعني. حبيها وحطيها هتعجبك ان شاء الله. بصلتين بقى زي ما قلنا كده كبار، وتروحي مقطعهم قطع صغيرة وتروحي منزلاه. بننزل بقى الملح على الايه، على البصل عشان يدوب كده وينزل ميته المسكرة دي. بعد ما بيدبل البصل، تروحي منزله الفلفل اخر حاجه. لما تحسي ان البصل كده دبل فيها وبدات ان هي تستوي، تنزل بقى الايه الفلافل بتاعتك في اخر حاجه، عشان ما تتبلش يعني وتبقى ايه طعمها حلو كده. شايفين لونها يشهي بجد، لونها خطير. الوصفة بقى دي بتنفعنا في حاجات كتير جدا. تقدري ان انت تحطيها في الفريزر وتستخدميها في حاجات كتير. ان شاء الله الايام الجاية هعمل لكم بيها حاجات جميلة ان شاء الله. كده خلاص استوت. بنستنى بقى لما بتهدى ونبدأ ان انت ايه تستخدميها. كانت العجينة بتاعتنا ارتاحت وبقت زي الفل. بنجيب بقى صينية جنبية كده او سيرفيس او اي حاجة، بدهنه برشة من الزبدة. ومعايا العجينة بتاعتي، بحط ايديا فيها كده تلاقيها ارتاحت، غرزت فيها. بقطعها بقى كور صغيرة كده علشان بس ايه ما تتعبنيش في الفرد، يعني قطع صغيرة. يعني هنا 2 4 5 6، هتبقى حوالي 6 أو 7. بكورهم بقى كور صغيرة كده وبرشهم. جم معايا 8 كور. برشهم برضو على وشهم كده رشة من الزبدة بسيطة، علشان بس ايه فايدتها، علشان العجينة بتاعتك ما تنشفش ويبقى شكلها كده وحش ومكرمشة كده، لا خليها ناعمة وحلو. هنيجي بقى ونريحها برضو 10 دقايق ربع ساعة كده. يعني لفي لفة في المطبخ وافرديها بقى بعديها. رش على الرخامة كده من الزبدة اللي معانا دي، يعني سيحي حوالي نص كوباية سمنة وحطيها جنبيكي، بس مش هتعوزي اكتر من كده. لو حسيتي بقى ان العجينة كده مش راضية تتفرد معاكي، استني عليها شوية وهي هتتفرد. بالراحة كده بقى من جوه لبره هتلاقيها بتتفرد معاكي ما شاء الله.
واحنا يعني بنفردها كده دهنه بسيطه كده على وشها من الزبده عشان يبقى ايه مورقه معاكي وزي الفل. تحاولي بقى تفرديها على قد ما تقدري. بعد ما فردناها كده هنروح بقى مقسمينها بالطول، ونحط بقى الحشوه بتاعتنا. اول ما تعمليها بالسكينه هتكش زي ما انت شايفه كده، هي العجينه بس بتريح. ونروح بقى عاملينها زي الشكل اللي انت عايزاه، بس احلى شكل اللي هو المثلثات ده، بنضمن ان هو مقفول كويس وبيبقى شكله جميل. بصوا، مش مهم في اول واحده تبقى مظبوطه، هي كده كده هتتظبط لما تتحكمي فيها والحشوه كلها تبقى محطوطه في قلب العجينه، هتتحكمي فيها وتديكي الشكل اللي انت عايزاه. بصوا ما شاء الله جميله مورقه بقى كده وشكلها حلو. بصوا في الاول مش لازم تبقى مورقه يعني في الاول مش لازم اللي هي ايه تبقى متظبطه، لما بتتحكمي فيها هتتظبط. وبنقفلها بس نتأكد ان مقفولة من كل ناحية، علشان لما نيجي نسويها ما تلاقيش الحشوة بتاعتها خرجت. وبوريكم برضو واحدة تاني بدهن رشة كده على الرخامة، وبتاخدي بقى كورة كورة كده وتعمليها. هتلاقيها ما شاء الله. وميزتها كمان ان بتديكي كمية ممتازة، يعني كمية حلوة. او كل كورة هتطلع لك 3 تطلع لك 4، هتديكي في الاخر كمية حلوة. نفرد بس كويس جدا، ولو اتقطعت مفيش مشكلة، كله هيتدرى في المثلث ما تقلقيش. دي حتة زيادة كده وتروح تعينها. برضو هكمل بالفاهيتا بتاعت الفراخ دي، وتقدري بقى بحبة جبنة كمان، جبنة الموتزاريلا بروح حطها كده. عايزة بقى الجبنة تبقى سايحة، ما تحطهاش مجمدة، ما تحطهاش متلجة، لا تكوني بقى مطلعاها قبليها كده من التلاجة. يعني وانتي بتعجني كده تروحي مطلعاها من الفريزر وحطها على الرخامة. عقبال بقى ما تيجي للمرحلة دي هتلاقيها فكت معاكي وبقت زي الفل. تديكي بقى مطة حلوة وتديكي طعم حلو، بتفرق بجد. اهم حاجة زي ما قلت لكم بنقفلها كويس. ونروح بقى نكون محضرين جنبينا كده صاج. تقدري الخطوة دي تروحي حطها في الفرن، يعني عايزة تحطيها في الفرن وتخلصي حطيها في الفرن. تروحي بس دهنة وشها كده مع رشة من الزبدة، وتدخليها على الفرن على نار حامية. وبعد كده تحطيها تحت الشواية برضو هتبقى ممتازة. عايزة بقى تسويها زي ما انا سويتها كده، رحت جايبة طاسة كده وتروحي حاطة فيها معلقة زبدة، وعلى النار بقى كده وترصي كله. هتبقى طعمها جميل بقى ومقرمشه. مش هقولك بقى على الطعم. سخنه كده اعمليها قبل المغرب مثلا ب10 دقايق، هتبقى تحفه. تقدري ان انت تعملي العجينه كده زي ما هي من الصبح، يعني تعمليها من الصبح ولا هيجرى لها حاجه. اهم حاجه زي ما قلت لك كده تبقى سخنه، تروحي حطاها وهي سخنه وتقلبيها بقى كويس جدا. يعني اول ما تتشمح كده تروحي مقلبها كلها، ما تستنيش لما تتحمر وتروحي مقلباها، علشان السوا تبقى مستويه كده وحلو. النار تبقى وسط ما تبقاش عاليه، علشان ما تاخدش لون وقلبها ما يبقاش مستوي. هي ما شاء الله يعني بتستوي على طول اساسا زي ما قلت لك 10 دقايق. وافضل اقلبها كده بقى من تحت لفوق لحد ما تاخد بقى توصل معايا تبقى محمره كده من فوق ومن تحت ومقرمشه زي الفل. شايفين بدأت بقى ان هي تاخد لون كويس كده. عايزه تغطيها غطيها، ممكن في نص السوا كده تروحي مغطياها بغطا، علشان برضو تضمني ان الاجناب بتاعتك تبقى مستويه وجميله. شايفين طلعت لي كميه ممتازه جدا. طبعا ما بنغطيهاش ولا اي حاجه عشان تيجي مقرمشه وحلو. طبق بقى، شوفي الطبق ده يتباع كام بكام بره، بجد خطيره. اتمنى ان انت تجيبوها كده وجربوها، وتقولي لي في تعليقات ايه رايكم فيها. تقدري كمان ان انت تحطيها في الفريزر، تستني لما تهدى كده وتروحي حطها في اكياس وندخلها في قلب الفريزر، وتطلعيها بقى على الميكروويف او قبليها ب10 دقايق ربع ساعه، تبقى زي الفل معاكي.